السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم توه. أول مرة أسجل معاكم فيديو بصوتي، إن شاء الله مش آخر مرة. النهاردة حبيت أول أكلة أعملها معاكم وأنا بسجل فيديو بصوتي تكون سهلة، وهي رز بعدس. هنجيب أو الرز الاسكندراني، الكشري الاسكندراني. هنجيب كوبايتين رز مع كوبايتين عدس، نغسلهم كويس، وهنجيب حلة على النار نحط فيها معلقة سمنة كبيرة ومعلقة زيت كبيرة كمان. نسيبهم لحد ما يسخنوا كويس، وننزل عليهم بالرز بعد وهو متصفي من المية تماما. نحط معلقتين ملح، معلقتين ونص ملح صغيرين. هنقلبهم كويس في السمنة والزيت مع بعض. ما تنسوش تدعموني بلايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، وكمان تشجعوني ان اعمل فيديوهات كتير. هنحط المية تكون مغطية بس يا دوبك الرز، عشان الرز بعدس بيعجن، مش عارفة ايه السبب بس هو بيعجن. نغطيه. تعالوا بقى اقولكم انا بعمل ايه جنب الرز بعدس. هنجيب بطاطس، هنقشر بطاطس، متنسوش لو عايزيني اعمل لكم اي اكله او اي حاجه انتم حابينها اكتبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هعملها لكم. بجد الاكله دي حلوه جدا وجميله جدا وسهله. انا كل ما بتزنق مبعرفش اعمل اكل ايه بديها رز وعدس. هنحط البطاطس في حله ونملاها ميه، ونحط فيها معلقتين ملح ونسلقها. مش هنسلقها 100%، بس ايه تكون داخله على سوا. هنا الرز كان اتشرب، هنقلبه كويس. انا مش عارفه انا مغيرتش المعلقه الغريبه دي ليه عشان اعرف اقلب رز كويس، بس يلا مش مهم. بجيب طماطم، مش هنعملها سلطه، احنا هنعملها صلصه كشري يعني. نجيب الطماطم نحطها في الخلاط، نضرب في الخلاط يعني. بعد كده هنجيب 4 فصوص من التوم كبير، 4 فصوص توم كبار هرستهم. هنا هنحط حلة صغيرة او ايا كان على النار، في معلقتين زيت كبار. اول ما الزيت يسخن هننزل عليهم بالثوم. اول ما الثومة تبقى صفرة كده فاتح وريحة الثوم تطلع، هننزل عليها بالطماطم باللون ده كده. نقوم نازلين عليها الطماطم، نحط بقى البهارات بتاعتنا. معلقتين صغيرين ملح، وهنحط كمان معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة برضو كمون. لو حابين تحطوا شطة عادي حطوا شطة زي ما تحبوا. بجد الصلصة دي بتودي الكشري ده في حتة تانية خالص. وهنا كنت سلقت بيض وعملته في حتة سمنة، بيض مدحرج يعني، بس رز مفلفل بجد تحفة. جربوه هيعجبكم جدا، وبألف هنا وشفا. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد، وشكرا جدا.